الحقيقه تلاقوا شكلي اتغير. شكلي اتغير لانه جابوا لي في فتره الفاصل الصوره بتاعه الفرح اللي انا قريته اللي في بريد القراء في الاهرام. والله العظيم ثلاثه مهما بس كده انا قلت لهم يعني انا قعدت انقي عشان بس تعرفوا ان الصوره عندنا لحسن في ناس بيقول لك انا بكذب. دي الصوره موجوده كلها، خلاص شيلوا بقى الصوره كفايه. لو اوصف لكم الباقي تتخضوا تترعشوا. ده مش عارف طلع ايه وشرب عليه شمبانيا وبعدين راح حطه في ايه وبعدين راح رميه على ايه. لا 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 ده مشهد خطير جدا. ده اسوأ واسخم من الالتراس 100 مره. يعني الحقيقه انا بجد مخضوض. يعني انا عمال اقول يا نهار يعني من الخضه اللي انا شفتها. زوجتي يا نهار اسود سوري انا اسف لانه صعب جدا. يعني عايز اقول لكم مشهد لا يمكن ان انا اوصفه. وللاسف الشديد انه محطوط دلوقتي على المواقع وللاسف الشديد انه اتذاع في احدى القنوات. انا اسف انا خدتك في موضوع تاني. لا ده شيء يعني تقشعر منه الابدان. يعني مش لاقي تعبير تاني اكتر من انه شيء مقزز تقشعر منه الابدان. ولا عاداتنا ولا طباعنا ولا اخلاقياتنا ولا ولا اي حاجه ولا حاجه خالص. ولا دينك ولا انا بيتهيألي استغفر الله العظيم الملحدين ما يعملوش خالص خالص. ده موضوع محتاج اساتذه علم الاجتماع لازم يتدخلوا وبسرعه ويناقشوا ويشوفوا ويحللوا الكلام ده. اصلها هتبقى موضه. المنظر انا شفته طبعا زي ما حضرتك شفته. انا بحييك برضو ان انت اكتفيت باللقطه العامه العاديه. انما منظر مقزز لا يليق بانسان دي زوجه زي ما حضرتك بتقول. يعني دي ام ولاده بالظبط. دي شرفه ده عرضه بالظبط. فين العرض وفين الشرف وفين ده لقطه انا مش عارف. يعني الحقيقه مش هتكلم اكتر من كده وانا مستني. هقول لك يا عم شوبير دخلت في حاجه شخصيه وده فرح في حته قد كده انت عملتها بقت على الهوا وعملت لنا بقى مصلح اجتماعي. ده محطوط في قناه ومتذاع ونازل على